سيبنا الزحمه تحت والدوشه والكافيهات اللي محدده مينيمم شارج والقصه دي كلها ووجع الدماغ ده كله، وجينا لانضف واهم جزء موجود في دهب هنا، وهو منطقه الكافيهات اللي احنا موجودين فيها ديت. احنا موجودين في الكافيه اللي قبل الاخير غالبا، يعني اللي بعد ما بتخلص الممشى ومنطقه العسله بتبدا تلاقيه المكان زي ما انتم شايفين. بتبدا تيجي تقعد، عايز تشرب حاجه طبعا بتجيبها، عايز تاكل حاجه وعندهم برده كل حاجه. معاك لابتوب محتاج انك تقعد تشوف الشغل بتاعك، والاهم من ده كله طبعا انك بتستمتع بالفيو اللي جنبنا ده. كمان هتحتاج تنزل الميه، مش هتحتاج تخرج خارج البلد خالص، لان الوصول للمكان بيكون بالتمشيه على رجلين. بتيجي هنا اي احتياجات انت تحتاجها خاصه بالسنوركلينج او اي حاجه بتبدا تاخدها منهم، لانهم بيوفروها ليك، وبتبدا تنزل الميه تستمتع بالروقان دوت بعيد عن الصخب والزحمه والدوشه اللي بتكون موجوده تحت. فالمكان فعلا هنا رايق جدا جدا، وهيعجبكم لما تيجوا تجربوه. الصوره والمنظر هنا بنتكلم عن منظر خيالي، بالذات الجزء الكيرف اللي ورانا اللي دايما بنقول لكم عليه ده، اللي فيه منطقه الجبال ببقيه دهب يعني، والبحر وتداخل والميكس اللي ما بين الكلام ده كله، مجموعه القوارب المرميه هناك اللي مخليه المشهد سينمائي بالدرجه الاولى. كمان هنا داخل المكان في مجموعه شезлونجات بتقدر ان انت تقعد عليها لو انت حابب، يعني بحيث انك تمدد او تاخد حمام شمس وكده. لكن طبعا بالنسبه لي الافضل هو الترابيزه، بحيث انك بتبقى قاعد في المكان اللي اشبه بالبلكونه ده، اللي طبعا مشهوره بيه دهب، وبتبقى قاعد شايف الميه جنبك، مش جنبك، هي تحتيك او تحت رجلك فعلا يعني.